السلام عليكم. فيديو جديد مع بوسي في الاهلاوي. حابب اشكر كل واحد مشترك معايا في القناه، واتمنى ان شاء الله المزيد عشان صوتنا يوصل لكل اهلاوي محترم في مصر وبره مصر، وكله يصلي على النبي ويدي لابوسي في اللايك من قلبه، ربنا يخلي له قلبه. الاهلي في تونس، رجاله الاهلي في تونس النهارده. رجاله الاهلي اوعوا يغركم النقص الترجي، اوعوا تأثروا في حق جمهوركم وتفكروا الترجي سهل. مهما كان ومهما حصل فريق الترجي فريق كبير يا لعيبه الاهلي. النقص في لعيبه الترجي ده مش دليل ان احنا رايحين نكسب ونستهتر بالماتش عشان هنكسب كده كده. روح الفانيلا الحمراء بتقول لنا يا اهلاويه اللي احنا بنحترم اي فرقه وبنحترم اي لعيبه. الترجي لازم نحترمه. احنا وصلنا تونس الحمد لله والفرقه كلها كامل، ما كامل الا محمد يا رجاله. مش عايزين حد يوصل له في لعيبه الاهلي اللي الترجي ناقص. الترجي ده فرقه محترمه، الترجي فرقه محترمه. سيبك من اي لعيب ناقص، سيبك من اي حاجه، مهما كان الفرقه الكبيره اللي بتعرف تجيب جول لازم تعمل لها حساب. الفرقه الكبيره اللي النادي الاهلي لازم يعمل لها حساب هي الترجي. احنا بنلعب في قبل نهائي افريقيا، احنا الاهلي بيلعب في قبل نهائي افريقيا، يعني احنا خطوه على البطوله. مش عايزين نستهتر بالماتش، احنا عايزين نبقى احنا كده نبدا كل ماتش اللعيبه رجاله. شنو انت عارف شناوي ابو بيحبك ازاي، كله صلى على النبي ودي لابوسي في اللايك. شناوي انت احسن جون في مصر رغم عن اي حد جاحد، رغم عن اي حد جاحد وقلبه ميت. شناوي نرجع ونتكلم يا كرر، ركز بالله عليك وفوق لعيبتك. احنا خدنا بطوله السوبر وفرحنا، وكهربا فرح وعمل عزومه مع لعيبه الاهلي وكلنا فرحنا يمين الله. كلنا كنا فرحانين يمين الله بالماتش وبالاداء، الرجوله اللي كان فيها الفرقه. احنا مش عايزين الا حاجه واحده من اول دقيقه، احنا رايحين نوري الترجي احنا مش مستهترين بيك واحنا جايين نكسبك. احنا نقول للترجي احنا جايين نكسبك في تونس، مش هنكسبه الا بالعرق وبالمجهود وبالروح. عرق ومجهود وروح يا لعيبه الاهلي، وروح الفانيلا الحمراء اوعى تنسوها. اللي قال الكلام دوت ما كدبش، روح الفانيلا الحمراء اوعى تنسوها. مش عايزين حد يوصل للعيبه الاهلي اللي الترجي ناقص. لا الترجي مش ناقص، احنا بنلعب الترجي في تونس. انا عارف دلوقتي حتى ان شاء الله لو كسبنا في تونس هيطلعوا يخبطوا ويطبلهم يقول لك اصل الترجي ناقص، اصل الترجي مش عارف ايه. صح ولا لا؟ هم مستنيين كده، هم مستنيين كده بتوع بروكسي اللي فضحهم النهارده. دي فرقه كانت لعيب ما نيجي نتكلم لها. بس يا لعيبه الاهلي جمهورك وراك، والجمهور المحترم اللي بيسافر وراك بره مصر وجوه مصر بيحضر لك الماتشات جوه مصر وبيسافر وراك بره، لازم انت كمان يا لعيبه الاهلي تفرحوا. ما فيهاش هزار. السنه دي احنا قلت لكم ابوسي في الاهلاوي، بس كله يصلي على النبي ويدي لابوسي في اللايك ويدعم ابوسي في الاهلاوي عشان صوتنا ان شاء الله يوصل بربنا وبيكم. مش هيوصل الا بربنا وبيكم مهما اعمل بقى، مهما حصل مش هيوصل الا بربنا وبيكم. نرجع ونتكلم اللي احنا عايزين تشكيل محترم. السوليه الحمد لله داخل الفرقه، السوليه داخل الفرقه، والكندوسي لعيب كبير. الكندوسي ده مكسب للنادي الاهلي يا جماعه. ده الكندوسي بيرقص من غير كوره، الكندوسي بيرقص من غير كوره، قبل ما تجيله كوره بيكون رقص الزبون. يا رب ديانج يبقى احتياطي يا رب من قلبي. يا كرر قعد ديانج، يا كرر قعد ديانج. انا مشكلتي كلها في فرقه الاهلي ديانج، مش عشان هو وحش، عشان اللي بيلعبوا في مركزه حاليا لعيب الكوره. لعيب الكوره بتنزل تستلم وبتسلم وبتطلع الفرقه. ديانج ما بيطلعش الفرقه، ديانج ممكن تقطع منه الكوره ترد فينا احنا جول، ترد فينا فاول. الماتشات دي مش مستحمله، الماتشات قبل النهائي والنهائي مش مستحمله. ماشي يا رجاله الاهلي، بالله عليكم باتوا في تونس بامر الله بدون مقاطعه. احنا بكره هنتدرب بامر الله، اول تدريبه لنا في تونس، ويوم الخميس هنلاقي نتدرب في استاد رادس. يوم الخميس انتوا عارفين استاد رادس ده ايه، وش الخير على الاهلاويه. وعايزين نثبت لمصر كلها اللي ان شاء الله بدون مقاطعه افريقيا اهلاويه. وكله يصلي على النبي ويدي لابوسي في اللايك، كله يصلي على النبي من قلبه ويدي لابوسي في اللايك. نتكلم بقى على بروكسي بهدل حاجه اسمها الزمالك في الكوره. اقسم بالله الزمالك هرب من الاهلي في السوبر. بان النهارده الزمالكاويه كانوا فرحانين ليه؟ بيقول لك احسن قرار خدناه الانسحاب، بس عشان هم ما بيعرفوش ربنا المفروض كانوا قالوا ايه؟
احنا خدنا القرار دوت الانسحاب من قدام الاهلي والهروب عشان ايه؟ احنا فرقتنا اهي، فرقتكم اهي، ما جبناش حاجه من عندنا. بروكسي بهدلكم، بروكسي كان يستحق المكسب، بروكسي فريق محترم. يكفى اللي هو عمل فيكم كده، يكفى اللي هو عمل فيكم كده. يا زملكاويه افرحوا بلاعبكم، وافرحوا بالمدرب الجديد، وافرحوا بالاداره، افرحوا ان انتوا عندكم قناه جميله وعاملين لكم كل حاجه وجايبه لكم الاخبار كلها جاهزه. افرحوا يا زملكاويه، كسبتوا بروكسي يا اخويا، افرحوا، افرحوا الله يخيبكم، افرحوا الله يخيبكم. اي واحد زملكاوي النهارده فرحان بالفوز ده على بروكسي ببوسي في الاهلاوي بيقول لك الله يخيبك. وانت هربت من الاهلي في ماتش السوبر، يمين الله هربت، يمين الله انتوا هربتوا من الاهلي في ماتش السوبر، عشان لو كنتوا لعبتوا الاهلي كان الاهلي بص طحنكم، يمين الله كان الاهلي طحنكم وش وظهر، كان طحنكم وانتوا عارفين يا لعيبه الزمالك. وفرحتم اللي انتوا هربتوا منين؟ من قدام الاهلي. بس هتيجوا اجلا عاجلا هتيجوا قدامنا تنسحبوا بقى. بس انا فرحان النهارده اللي بروكس اتغلب منكم، انا فرحان، انا عايز اقابلك عشان اوري جمهورك تمامه، عشان اوري الاداره بتاعتك تمامها، عشان اوري الترابيزه اللي قاعدين يمين الله ما يعرفوا ربنا تمامهم ايه، اللي مفيش كلمه بيتكلموها في حق الزمالك اللي بيتكلموا بقالهم 5 6 حلقات من يوم من قبل ماتش السوبر. الاهلي وكهربا والخطيب، الاهلي وكهربا والخطيب، ده جنوكم، كهربا والخطيب جنوكم والنادي الاهلي. يمين الله هتمشوا تكلموا نفسكم كده، يمين الله في الاخر هتمشوا تكلموا نفسكم، ويمين الله مجلس الاداره كله هيمشي ان شاء الله بدون مقاطعه. وبتوجه للوزير اشرف صبحي المحترم طبق القانون، واللي بيغلط يتحاسب، وقليل الادب يمشي، ويخلوا الرياضه رياضه، يخلوا الرياضه فين؟ في الملعب. انت بقى تضايقني انا اضايقك، فاهم؟ لكن احنا هنفضل الشغل اللي هم بيعملوه ده مش شغل كوره، والله ما شغل كوره. الترابيزه اللي قاعدين كل يوم دول ما يعرفوش ربنا بيتكلموا عن النادي الاهلي. النادي الاهلي عمل لكم ايه؟ ده انتوا المفروض تصحوا من النوم كل واحد في الرياضه يشكر ربنا اللي فيه واحد اسمه النادي الاهلي بيلعب معانا، يشكروا ربنا اللي النادي الاهلي بيلعب معانا، هو اللي مشرفنا. ده مفيش حد بره مصر الا ما يعرف النادي الاهلي، مفيش حد بره في العالم الا ما يعرف النادي الاهلي، الدول العربيه الدول الافريقيه نادي الاهلي. النادي الاهلي ده اللي بقالكم 20 سنه مش عارفين تروحوا تلعبوا في كاس العالم للانديه، هو عمركم ما رحتوا لعبتوا فيه. النادي الاهلي ان شاء الله كل سنه بيروحوا، وطالعين تعيبوا على النادي الاهلي. عيب خلي عندكم شويه ضمير عشان ربنا هيقابلكم. كل واحد قال كلمه وانا اولكم ربنا هيقابله. لو انا طالع بكدب عليكم ربنا اللي يقابلني، انا بقول اللي في قلبي، ولا معايا ورقه ولا معايا قلم، معايا ربنا وانتم، معيش اكتر من كده. سبحان الله بقى، انا طالع بقول اللي في قلبي، وبقول للاعيبه الاهلي اخر مره ما تشمتوش، انتوا عارفين فينا، ما تشمتوش فينا، عشان هم انتوا عارفين شغلتهم في الدنيا حاجتين اتنين، الشماته وقله الادب، هم دول كده ربنا سايبهم في الارض عشان الشماته وقله الادب. في مين؟ في احسن نادي في الكون، في احسن نادي في الكون النادي الاهلي. وكله يصلي على النبي ويدي لابوسي في اللايف ان شاء الله بدون مقاطعه. اول تدريب بكره في تونس ونتقابل. سلام عليكم.